ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك يا فهد؟ عامل ايه؟ والله يا اخي الدنيا دي جميلة اوي او ربنا، وما ينفعش يعيش فيها البسكليتات رجالة بس. هفكرك بس كده بموضوع للنجم اللي بس لما بتذكر اسمه والله العظيم الواحد كده بيرتاح نفسيا. ايوه هو اللي جيب بالك ده نجم محمد ابو تريكة. تفتكروا كده الموقف بتاعه لما عمل التيشيرت بتاع تعاطفا مع غزة ورفعه في قلب الملعب بعد ما جاب الهدف وخلى العالم كله يشوفه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ على الرغم ان ابو تريكة كان عارف ان الرفعة دي هتجيب له انذار وهيتخصم منه غرامة مالية كبيرة جدا هتتفرض عليه من الكافة فني. بس كده ده كمان بسبب اللقطة دي اتشال من جوائز كتير جدا. ولكن برضو ابو تريكة ما هموش وكان كل تفكيره ان هو يوري العالم كله العرب متعاطفين مع غزة، ان دي القضية الاولى والاخيرة لكل العرب، ومهما تحطوا غرامات ومهما تفرضوا عقوبات عمر العرب ما هينسوا ان هم يرفعوا تعاطفا مع غزة. والنجم الكبير محمد ابو تريكة كان خير من يمثل ذلك. ايوه كان هو افضل عربي يمثل العرب دول كلهم ويرفع الكلمه دي بناء عن الناس دي كلها، لان ابو تريكه لحد وقتنا هذا قدوه العالم كله بيقتدي بيها. راجل محترم، راجل خلوق، راجل متدين، راجل في كل حاجه كويس، وان سمعت عنه حاجه وحشه هي مجرد سمع، انت ما شفتش بعينيك ولا عمرك هتشوف. على فكره كل ده في الاخر هيجي اليوم وتعرف ان هو كانت حملات تشويه فقط لا غير. ما علينا عشان ما نخرجش بره اطار الموضوع. بصوا على المنتخبات كده بتاعت دلوقتي، هم المنتخبات اللي بيلعبوا في قطر دول اللي خوفا من الانذار والغرامه الماليه محدش فيهم قدر انه يرفع علم الشواذ. وده بيأكد لنا ان في حاجتين لازم يكونوا متوفرين في الملعب عشان ترفع حاجه انت بتأيدها. الحاجه الاولى رجاله زي ابو تريكة، ودي حاجه صعب جدا انك تلاقيها. الحاجه التانية قضيه عندك تكون مهتم بيها وتكون فعلا قضيه بجد تقدر تدافع عنها وتقول للعالم كله انا هدافع عن القضيه دي، ودي طبعا غير متوفره. هم بس جايين يعملوا لقطه ويقولوا على شويه مخرتعين كده مالهمش ريحه اللازمه انهم قضيه. الحمد لله ثبت ان هم ما عرفوش يدعموهم ولا يعملوا اي حاجه، لان دول فعلا مالهمش كيان على وجه الارض. وما ينفعش يكون اصلا الجماعه البعد دول محل اهتمام لشخص، مش لمجرد اشخاص، لا شخص واحد ما ينفعش. العالم دي جايه وناسيه ان البطوله بتقام في دوله اسلاميه. ايوه احنا مسلمين، نحن قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام، شئتم أم أبيتم قبلتم أم رفضتم احنا مسلمين ومش هنعمل أي حاجة تخالف الدين بتاعنا على أرضنا. أيوة عمرنا ما نقبل بحاجة تتعمل عندنا تكون ضد الإسلام. مكوش حق إنكم تعملوا حاجات تخالف العقائد بتاعتنا ولا القيم المجتمعية والأخلاقية والدينية بتاعتنا. ده مش من حقكم عشان تطالبوا بيه. يجب عليكم احترام البلد التي تقام عليها البطولة، ولازم تكونوا عارفين ومتأكدين ان اللي بتفكروا فيه وشغل البسكليتات ده استحالة انه يحصل عندنا. فبصراحة كل الشكر وكل التقدير لسمو الامير الشيخ تميم بن حمد اللي قدر بكل صراحة يوصل رسالة للعالم الغربي كله ويقول لهم بصوت عالي لن نقبل بما يخالف الدين الإسلامي على أرضنا، شئتم أم أبيتم فيجب عليكم احترام البلد التي تقام عليها البطولة. احترموا قيم البلد واحترموا أخلاقيات البلد، غير كده ملكوش مكان عندنا، والترحيل مفتوح على أوسع نطاق. فشكرا دولة قطر، علمتم الغرب درس كبير جدا، والله العظيم أصبحتم بلد للتربية والتعليم. فعلا قدرتوا توقفوا الغرب عند حدهم، لان هم اتعودوا ان كل شيء بيحبوا بيعملوه خاصة وان كان في دولة عربية. ولكن كانت المفاجأة منكم، عرفتوا توقفوهم عند حدهم وكله التزم الصمت، واللي مش عاجبه بره البلد يا كلاب. شكرا دولة قطر، السلام عليكم.